مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نبض المغرب. البرنامج اللي كينقل نبض التنمية والنهضة اللي كيشهدها بلدنا الحبيب. اليوم غادي نهضروا على إنجاز جديد، ماشي ملعب ولا طريق، ولكن صرح طبي عملاق غادي يغير وجه المنظومة الصحية في المغرب. مستشفى محمد السادس الجامعي بالرباط، أكبر وأحدث مستشفى في إفريقيا. المغرب ما بقاش كيبني غير الملاعب والبنية التحتية الرياضية، بل كيمشي بعيد في المشاريع الاجتماعية والإنسانية. هذا المستشفى الجديد في العاصمة الرباط كيعتبر نموذج حقيقي للتوازن بين التنمية الرياضية والتنمية الصحية، وكيرمز لرؤية ملكية شاملة كتحط المواطن المغربي في قلب التنمية. ليلى، المستشفى الجامعي محمد السادس بالرباط كيتوفر على طاقة استيعابية ضخمة كتفوت 1000 سرير، وفيه أكثر من 20 مصلحة طبية وجراحية، من بينها واحدة متخصصة في أمراض القلب، وأخرى في السرطان، وثالثة في طب الأطفال. وزيد عليهم مركز متطور للبحث العلمي والتكوين الطبي اللي غادي يكون منارة لتكوين أطباء المغاربة والأفارقة. تخيل سامي، حتى الدول الإفريقية بدات كتعبر على رغبتها في إرسال أطبائها للتكوين هنا في الرباط. هذا المشروع كيدخل ضمن سلسلة من الإنجازات اللي عرفها المغرب مؤخرا، فبعد ما شيد ملاعب عالمية بحال ملعب طنجة الكبير، ملعب مراكش وملعب الدار البيضاء جديد، ها هو كيركز دابا على الصحة والتعليم والبحث العلمي. فعلا، وهذا التوازن بين البنية التحتية الرياضية والصحية كيعكس رؤية متكاملة للمغرب الجديد، بلد ماشي غير كيتأهل لكأس العالم، ولكن كيتأهل أيضا لنهضة اجتماعية شاملة. بهذا المشروع العملاق المغرب كيرسل رسالة واضحة لإفريقيا والعالم: احنا كنستثمروا في حياة الإنسان، في صحته وفي مستقبله. مستشفى محمد السادس بالرباط ماشي غير بناية، بل رمز لكرامة المواطن المغربي وتجسيد لرؤية ملكية طموحة كترسم طريق التنمية من طنجة للقويرة. شكرا ليلى، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. كنتوا مع نبض المغرب على قناة مواضيع. إلى اللقاء في حلقة جديدة وإنجاز جديد من أرض المغرب.